السلام عليكم خوتي وخياتي، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. عدنا والعود أحمد. إن شاء الله ما نكونش كثرت في هذا الموضوع برك. أنا البارح كي خدمت هذاك الفيديو اللي فات، كي غير سمعت بالحكاية، حكاية هذاك المنافق كيفاش هدر ما نكذبش عليكم، كنت نعسان وكنت في نفس الوقت نغلي، حبيت ندير فيديو، هبطت الفيديو هذاك. اليوم خممت شوية، قعدت مع روحي شوية. آه، فكرت في الموضوع ككل، تمعنت في القصة وفي الحكاية. خرجت بشوية استنتاجات، إن شاء الله ما نكونش يعني غلط، ولا هذه استنتاجات إنسان عادي، ماني منجم، ماني نعلم الغيب، ما راني خبير، ما عادي إنسان مواطن بسيط. دركا لو كان نشوفوا القصة تاع هاد الحاجة المغربية، الله يشفاها على كل حال، وربي يطول في عمرها، لأنها هي مسكينة راح ضحية لا أكثر ولا أقل. ولدها ولدها هذاك، ما هذاك رخيص هذاك. البارح فرغ ديجا، سي با لابان نبقاو نعاودوا في الموضوع ولا. المهم، لو كانت معنا هو قال لك باللي الدولة وخدمت بينا وخدموا بحكاية يماه وما على باليش واش، بصح حنا بار اكزومبل ما شفنا حتى مسؤول جزائري راح لها العجوز هذيك، ما شفنا عادي. و اون بليس ما شفناش هكا. هما ديجا مش ما داروش ردة فعل إيجابية، هما أصلا تشوكاو، يعني هما تشوكاو كيفاش الطائرة هذا سمحت لها الجزائر تهبط، كيفاش تعاملوا مع الحاجة هذيك وكذا وكذا. راح نجيكم النقطة إن شاء الله بركة خوتي تفهموني. كونان اللي في راسي بدا يخدم. قلت لكم ذرك السيد هذاك، قلت لك المغاربة يعني الإعلام تاعهم وكذا ما هدر، ما شفتش أنا صراحة. أنا تبعت شوية القصة تاع الحاجة هذه من أول ما نزلت. من بعد هو اللي كنت تشفاو كي راح له مستر آبي، الحاجة هذيك هدرت، وهو ثاني جبد ورقة وبدا نطالب من فخامة الرئيس وطاطاتي وطاطاطا. أنا تبلي المخزن هو اللي ديجا ملا هضروا مع هاد الوبش هذا المغربي، هضروا معاه قالوا له ديجا انت اهدر هاد الهضره تاع اطلب من السلطات الجزائريه انهم يسمحوا لك تخرج من الجزائر وتدخل ديريكتومون طريقه مباشره من الجزائر للمغرب. علاه؟ لانهم هما كانوا حاطين في بالهم باللي الدولة الجزائرية مستحيل راح تقبل. تشفاو خوتي، تشفاو نهار المنتخب هذاك تاع المحليين، وبعثوا رئيس الفيفا، وبعثوا رئيس الكاف، وبعثوا ما على باليش واش، ونسحبوا وراحوا المطار وداروا واش ما داروا، غير با يدخلوا ديريكتومون من المروك للجزائر. والدولة تاعنا صنطحت، قلت لهم والو ما كانش. تسمى المروك في نفس الوقت حبت تخدم بالقضية. تسمى هو ديجا هدرة تنطبق عليهم هما. فرق نفهمكم عليه. هو كي هدرت هذيك المرأة، ولا هو كي هدر هذيك الهدرة قال اسمحونا، كان داير في باله باللي ديجا السلطة الجزائرية ما راحش تسمح له، بغض النظر على إنسانيا وكذا، لأنه سايق قانون حدود مغلوقة. ديجا هي الدولة الجزائرية دارت معاه الواجب بزايد. هو لو كان هبط المغرب ويما هبطت للمغرب، ونقول لك بالك 100 فرنك ما يشوفهاش من عند الدولة المغربية، كلش راح يخلصوا من جيبه، كلش يتميزر وحده ويتمرمد وحده. بصح في الجزائر كل شيء على كهل الدولة، أمام الإقامة تاعه هو ديجا على الدولة الجزائرية.
ورحبوا بها وداروا بها. وهذه احنا كيما هكا احنا الحمد لله. وانا ضد الناس اللي يقول لك ها وما نديروش والمره الجايه وما نديروهاش هاد لي جاست هذوما. لا عادي، احنا هكا هذا اصلنا. لنا كيما واحد كتب لي كومنتير، تحيه ليك خويا، اكتب لنا اخلاقنا ولهم اخلاقهم. هما كانوا ناويين يديروا يحرجوا السلطه الجزائريه، والسلطه الجزائريه ترفض، ويخرجوا هما قدام العالم شوفوا الجزائر حاله انسانيه كيفاش ما سمحوا لهاش تفوت للمغرب وما على باليش. خاطر حتى هذيك الورقه كيفاش يجبدها ويقرا فيها ومكتوبه بالعربيه الفصحى. انا مام قبل ما يهضر هذيك الهضره العيانه اللي هضرها، انا حرت، انا قلت كيفاش السيد يهضر في هضره كي مكه ورساله كان قادر يقول زوج كلمات وصاي، يقول يا جماعه فوالا خلوني ندخل، والده تاعي مريضه بصح هو جابها بطريقه شويه رسميه، كانه مشي منه هو، كانه حبوا يحرجوا السلطه الجزائريه. واكيد السلطه تفطنت لهذا الفخ. السلطه الجزائريه تفطنت عبالها باللي راها مجرد خدعه، باه احنا نرفضوا وهما يخرجوا من بعد باللي فوالا الجزائر هي حاله انسانيه وشوفوا ويشيطنونا ويردونا احنا ما نسواوش، ويردوا الجزائر ما تسواش وشعبها ما يسواش والمسؤولين ما يسواوش كذا. رجعنا ليه احنا الضربه. حبيتي تخرجي يلا، وقعوا في شوك هما، تصدموا صاي. اكيد ضغطوا. انا نتفكر واحد الموقف والله العظيم شفتو امس برك، واقيل الوقت هذا شفتو امس برك الفيديو هذاك تاع مستر ابي اللي كان تشوفو كي راح هضر مع هذيك مع الحاجه، ما حبتش تهضر معاه، قالت له هكا، قالت له شغل راه ولدي قال لي ما تهضريش. علاش ما تهضريش؟ علاه؟ لانه ما حبوهاش المراه العجوزه هذيك تهضر وتشكر الجزائر، ما حملوهاش خاطر كاين مم قنوات عالميه وعربيه هضروا على الموضوع هذا، بحكم انه العلاقات متوتره وحساسه، هضروا باللي الجزائر دارت موقف مشرف. ما حبوهاش تهضر، ما حبوهاش العجوزه كي جات خارجه، ما حبوهاش تقول بار اكزومبل شكرا لعبد المجيد تبون وشكرا لانها هي نيه راح تهضر هضره من القلب. ولده هو اللي يهضر. والله يا خوتي ارجعوا للفيديو وشوفوه تمعنوا فيه مليح. قلت لك يما تروحي غدوه ان شاء الله، ولا ما قلتلكش باذن الله تروحي؟ ما كنت تزورني. وصيتها ما تهدرش، هي اللي ما تهدرش. يما قلت لي هكا، قلت لي شغل مانيش هاضره، وشاورت الولده تاع راه ولدي قال لي ما تهدريش. علاش تقول لها ما تهدريش؟ هي ديجا كانت تهدر، هي سما مادام امرها ما تهدرش كاين موضوع. سيد مروح كما قلت لكم البارح حاشاكم، طحان وفرحان، فهمت؟ طحين احمر فاخر هكا، فاهميني؟ شغل السيد قال لك انا ليسونسيال السلطه اكيد راه ضغطت عليه، حبوا يخرجوا حكايه من العدم انه غير الحمار حاشاكم. وهو كاين نقطه علاش ما هضرش، كان شويه مغاربه قال لك هو هضر على السلطه وهضر على السلطه. اولا راه تمثل الشعب، والشعب وهذوك الاطباء راهم شعب، وهذوكم تاع المطار والبيلوت ومع هذوك كامل شعب. مام رئيس الجمهوريه شعبه، مام رئيس الجمهوريه شعب بدرجة رئيس، راه شعبي مواطن بدرجة رئيس، راه مش فهمت ولا لا؟ سما كي هو ينتقد السلطة حاجة باينة عبارة انتقدنا احنا لأنه السلطة تاعنا ما دارتش معاه العيب. أنا والله يا خوتي مانيش شكا من النظام ولا من هذوك الناس اللي نبدأ هكا نهيج ونبدأ النظام والدولة، والله ما فياش العقلية دي. بصح كانت الحق حق، ما داروش معاهم العيب، بالعكس السلطة دارت معاه موقف طوب، وتعاملت مع الموضوع ككل معاملة تاع الصحة تاع ناس هاربة.
والله العظيم هكا شغل حبوا يخلقوا حكايه هم. هي الحكايه نورمالمون ما تكونش مؤامره، ولا شفت بعض التعليقات والقصه من الاول مؤامره، لا باينه عجوزه مسكينه مرضت وباينه تسمى. النقطه اخرى ونختم الفيديو تاعي ان شاء الله، علاش هو ما هدرش على الشعب الجزائري؟ علاش هو كي هدر اولا شكر الشعب وقال الشعب رائع والشعب كريم واكرموني وكذا، وفي نفس الوقت اساء للدوله. علاه؟ اولا هو حسب ما فهمت انا هو اصلا يسكن في الغربه، سما عنده احتكاك مباشر مع الجزائريين، يعني لو كان يهدر هدره عيانه على الشعب راح يلقى ديجا الشعب سواء في اسبانيا ولا لا فرنسا، ولا راح يلقى الجزائريين يقولوا له وروح جاي، تسمى احنا درنا معك ودرنا، وحنا في حكايات كيما هذه ما نرحموش، خاف على روحه. سي بور سا ما حبش يهدر على الشعب فقط، يعني مش لانه هو وبين السن بين نظام زيرو النظام، قال له كيفاش هذه احنا راح نبقوا نشكروا في الجزائر وشعبها وحكومتها حبوا يخلق. يا صاحبي انا شفت فيديوهات قال لك كانت محتجزة، من في الفيديو القديم هذا اللي هبطته البارح هدروا دخلوا لي شوية جرذان سون بيتي، جرذان مغاربة، فهمت؟ انا نحترم اللي يحترمني واللي راح يقود، فهمت ولا؟ لو ما طالب اشتراك، ما طالب لايك، والله ما على بالي بيك، والله لو كنت تدخل تنتحر لي هنا ما على باليش بيك، ما دير ليش لايك وروح الله لا يردك، ما نستنى حتى شخص انا بيدير لي، ولا الحمد لله دايرها حاجه نفرغ في قلبي وصاي، فهمتوا؟ ثم هذه الحكايه خوتي، حسبنا الله ونعم الوكيل، لأن ما ثمرش فيهم الخير، تغيظك شوية في الكوطي هذا. أما حكاية ضحكت عليكم وضحكت على دولتكم وما على باليش واش، ضحكت على روحك ضحكت على روحك، احنا بيتين شيخين عليك بالضحك، كافي جايح برهوش بالمغربية نسمعها لك، زامل حاشاكم ما سندر مد عمرك ما تعض اليد اللي تمدت لك في الخير. هذا ما كان خوتي، السلام عليكم، طلعوا في رواحكم، وديما الإنسان يرفع راسه، احنا والله موقف مشرف، وإن شاء الله نبقوا ديما هكا. والله نعاودها كومنتار قريته في الفيديو اللي فات، اكتب لنا أخلاقنا ولهم أخلاقهم. هذا باش نختم الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.